بوداوي بيتكوفيتش منحني الثقة التي افتقدتها في المنتخب. مشاهدينا الأفاضل، إذا تكرمتم بعمل لايك للفيديو واشتراك فهذا سيكون من جودكم وكرمكم، وشكرا على مشاهدتكم للفيديو، مشاهدة ممتعة. كشف الدولي الجزائري هشام بوداوي نجم نادي نيس الفرنسي عن ارتياحه الكبير للعمل تحت إشراف المدرب الجديد للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وأكد بوداوي في تصريحات خاصة بها قناة بي إن سبورتس أن التعامل الإنساني والاحترافي للمدرب السويسري أعاد له الثقة التي افتقدها في السابق داخل صفوف الخضر. وقال بوداوي: أشعر براحة كبيرة مع بيتكوفيتش، كان من الصعب سابقا إبراز إمكانياتي، لكن اليوم ألعب بثقة أكبر. قبل ذلك كنت أخشى أن أخطئ في تمريرة واحدة فقط، وكان ذلك كافيا ليخرجني من أجواء المباراة تماما. وأضاف: في مرحلة معينة فقدت الثقة في نفسي داخل المنتخب، كنت خائفا من تضييع أي فرصة أو ارتكاب خطأ، وهذا أثر على مستواي في التربصات الماضية. لكن مع قدوم المدرب الجديد تغيرت الأمور، لقد منحني الثقة التي كنت أبحث عنها، وأصبحت أشعر براحة أكبر داخل أرضية الميدان. وتحدث بوداوي أيضا عن انطباعه الأول بعد التحاق بيتكوفيتش بالمنتخب قائلا: لم أكن أعرف المدرب من قبل، فسألت بعض اللاعبين عنه وأكدوا لي أنه مدرب جيد. بالفعل يتعامل معنا باحترام كبير داخل وخارج الملعب، وطريقته تشبه كثيرا الأساليب المعتمدة في أوروبا، أسلوبه احترافي إلى أبعد الحدود. تصريحات بوداوي تعكس الأجواء الإيجابية الجديدة داخل معسكر المنتخب الوطني منذ مجيء بيتكوفيتش، الذي يبدو أنه بدأ يعيد الروح والثقة للاعبين الذين عانوا سابقا من التهميش أو الضغط. ويأمل نجم نيس أن تكون هذه المرحلة بداية جديدة له مع المنتخب، خاصة مع اقتراب تصفيات كأس الإفريقية وكأس العالم، حيث تسعى الجزائر للعودة بقوة إلى الواجهة القارية والدولية. في الجهة الأخرى من المشهد الكروي الجزائري، ما زالت أوضاع نادي شبيبة القبائل غامضة ومقلقة، خاصة فيما يتعلق بملف الاستقدامات. فمنذ إتمام صفقة مدافع أولمبيك أقبو يونس واسع التي لم يمضى عليها رسميا إلى اليوم، لم تسجل أي إضافة جديدة للفريق، الأمر الذي زاد من غضب الأنصار وقلقهم على مستقبل الكناري. المدرب الألماني جوزيب زيمباوير كان قد منح الإدارة قائمة بأسماء اللاعبين الذي يرغب في ضمهم، مكونة من 7 أسماء يتقدمهم نجم الدوري السعودي يسري بوزوك والمدافع ماسع، إلى جانب أيمن بقرة، زكريا دراوي، إيهاب بالحسيني، زكريا بن شاعة وزين الدين بالعيد. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، لم تنجح إدارة الشبيبة إلا في التفاوض مع واسع، بينما ضاع أيمن بقرة الذي التحق بمولودية الجزائر ل3 سنوات. وتبدو المفاوضات مع زكريا دراوي صعبة بسبب ارتباطه بعقد مع فريقه. في المقابل يقترب الثنائي بالحسيني وبن شاعة من مغادرة البطولة الوطنية نحو مصر والكويت. الجمود الحاصل في صفقات الشبيبة قابله نشاط محموم من الأندية المنافسة التي دخلت بقوة في سوق الانتقالات، وهو أن زاد من تخوف الأنصار من دخول موسم صعب دون تعزيزات حقيقية، فكل الفرق تسارع الزمن لتقوية تشكيلتها، بينما تبدو الشبيبة متأخرة بخطوات. زيمباور الذي اجتمع بإدارة النادي مباشرة بعد نهاية الموسم أكد أنه يريد مشروعا رياضيا واضحا، وطلب تلبية مطالبه لضمان الاستمرار، وهو ما يضع الإدارة أمام اختبار حقيقي: إما تلبية رغبات المدرب الألماني الذي أعاد الفريق من بعيد وكان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، أو الدخول في أزمة جديدة قد تجر الفريق نحو المجهول. من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة من النادي أن الشبيبة تسعى للتعاقد مع فريد الملالي لاعب أنجيل الفرنسي، رغم المنافسة الشرسة من مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. كما أعادت الإدارة فتح ملف سفيان بن دبكة الذي عبر عن رغبته في البقاء في الدوري السعودي، لكنه لم يغلق الباب أمام العودة إلى الجزائر، خاصة من بوابة العميد في حال توصله بعرض جدي. ختاما، لا يزال أنصار الشبيبة يترقبون تحركا فعليا من الإدارة لتدعيم الفريق، خاصة أن البطولة على الأبواب والمنافسة ستكون أقوى من أي وقت مضى.